أنا لما اتكلمت وطلعت علقت على صورة للفنانة منى زكي في المسلسل الجديد بتاعها وهي بلبس الحجاب. أنا مش بقصد إن أنا أعلق على شكلها أو شكلها مش عاجبني أو حاجبها تخينة زي ما فهمته. طب أنا مش بعمل حواجب يا جماعة، لا الشكل مش كده. أنا أخدت صورة، انتوا ليه بتحصرونا أدوار الدراما أو أدوار السينما في الست المحجبة مش بتعمل حواجبها، مش بتهتم بنفسها، طالعه طول الوقت متضايقه، نفسيتها مش كويسه، نفسها تجيب موبايل بالقسط ومش عارفه، طول الوقت عليها اقساط، طول الوقت ولادها مطلعين عينيها، وفي الاخر جوزها بيخونها. طب ليه ليه؟ ايوه فعلا في موجود ده في المجتمع، بس في حاجات تانية نماذج كويسه موجوده. طلعوا لي زي مثلا رحمة عبد الغفور لما طلعت في مسلسل الاصلي، عملت ست محجبه بتلبس شيك جدا وغنيه ولابسه دهب وكل حاجه وبس نص شعرها باين، بس اهو نموذج موجود من المحجبات. هتقولي لي برضو انا ما اقصدش خالص ان النماذج كلها تبقى بنات محجبات بتلبس براندز واحنا بنتفرج عليهم وقاعدين بقى هنموت على اللبس اللي هم بيلبسوه، لان يعني احنا شايفين ان اغلب البلوجر بيحصل كده وفي بنات كتير بتمشي وراهم، فدي مشكلة برضو في المجتمع. طلعي لي ده وده وده، يعني طلعي لي القوية جدا الناجحة بس بتلبس كويس قوي، وطلعي لي المتوسطة اللي بتلبس متوسط، طلعي لي الست العادية اللي بتلبس اللي ما عندهاش الا طقمين اتنين، طلعي لي الست اللي بتلبس عباية شيك بس شكلها مهندم وشكلها جميل، طلعي لي واحدة بتحط ميك اب وطلعي لي واحدة تانية ما بتحطش ميك اب. ما كل ده موجود في الشارع، انتوا مش شايفينه ولا ايه؟ هو ليه دايما بتطلعوا لنا البنات اللي مش محجبات هم اللي عارفين ياخدوا حقهم، هم اللي بيلبسوا بيكيني قطعتين وقطعه واحده وعادي؟ ده احنا حتى جماعه بقى في بوركيني للمحجبات وبننزل للبسين والميه وعادي. البنات المحجبات دلوقتي في اغلب الدول العربيه بتسوق عربيات، بتلبس كويس جدا، حتى لو ما معهاش امكانيات بتهتم بنفسها، ممكن يكون ما عندهاش الا طقم واحد بس بتغسله كل يوم وبيطلع شكلها حلو. مش لازم دايما الست المحجبة تطلع شكلها مش نظيف وبتتخان. طلعوا لي واحده ست محجبه جوزها بيحبها وبيموت فيها يا جماعه، يعني ورونا ده، لان هو ده موجود في المجتمع. هتقولي لي في نماذج فعلا الست متبهدله ومتهانه، ايوه موجود، بس انتوا طول الوقت مش بتعملوا سبوت لايت الا على النموذج ده. انا هو ست مش ست محجبه طالع عينيها متبهدله متمرمطه، اتجوزت وجوزها خانها، اتجوزت وجوزها بيضربها وتجري على اكل عيشها. ده بس وجهه نظري، يعني حاولوا يبقى فيه تنوع بس في الادوار للمحجبات، يعني ما تحصروش الحجاب ان هو المشكله فنبدا نقلع الحجاب، فنبدا نتحرر، نبدا نعرف نروح سينما، نبدا نخرج مع